اه والله ما انا ما باكلش لا فسيخ ولا المنبوذ. رنجه. عندك بتاع 5 مناسبات، كل مناسبه فيهم اغنيتين على الاقل. والله العظيم كل يا حب كنت بتلعب كل سوبر ماريو. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. جود مورنينج. عايز اوصل رقم 6 اصلا. يعني ازيك يا بيه؟ يا عامله ايه ده ليه؟ بيحصل لنا تشك كده غريب اول ما خلاص احنا هنركب جد. للاسف نرجع بني ادمين محترمين بجد طبيعيين قوي. بجد كل لسه بنشد في شعر بعض دلوقتي قبل المايك. حاسه ان انا وحشني قوي التسجيل، بقالي اسبوع ما سجلتش. تمام، فاللي هو الكلام بقى. لا ما هو حشيش، خلي بالك عشان ده خلاص بقى طبيعي يعني، بقى هيبقى كل اسبوع بنسجل مره. بنسجل شفت عشان كده انا عشان بقالي كتير ما سجلتش بس فالدنيا عندي بايظه. طيب انا بجد انا بقالي كتير ما اشتكش، بقالي كتير ما سجلتش، بقالي كتير ما عملتش حاجه. الدنيا تلاهي بقى. وانت عامله ايه؟ الحمد لله. واخبار الاجازات معاك ايه؟ شفت البرجايه؟ شفت البرجايه؟ والله العظيم طرش. اخبار شهر ابريل معاك ايه؟ والله انا تمام، شهر ابريل حلو الصراحه، مليء بالاجازات الجميله. والله يعني شهر لا يتمناه كل اصحاب البيزنس اللي في الدنيا. بالظبط. اي صاحب شركه دلوقتي بيشد شعره. والله بيسب الدنيا. احنا الشهر ده شهر بجد يعني. ابريل 25 شهر مختلف عن كل الشهور اللي موجوده في السنين كلها. لا كان السنه اللي فاتت نفس الحاجه. لا طيب راجع نفسك. لا مش حاسه نفس الاجازات بالظبط. ما كنتش شغاله بقى ساعتها عشان كده ما اعرفش. ممكن، بس السنه اللي فاتت برضو كان في العيد. السنه اللي فاتت كان في شم النسيم. السنه اللي فاتت كان في يوم اليتيم. معلم يوم اليتيم كان في العيد وفي عيد تحرير سيناء وعيد العمال، يعني نفس الحاجه. في فرق. والسنه اللي فاتت كان في حاجه اكبر، رمضان، يعني في حاجه ثابته. ما انا هقول لك حاجه، رمضان كان موجود، بس يمكن عشان رمضان كان واكل نص الشهر السنه اللي فاتت. تمام، فاحنا كنا صايمين. انا بقى بتكلم على الاجازات ان احنا مش صايمين، احنا في الربيع دلوقتي وفطرانين ماشي كلنا كده. فالشهر ده فيه مناسبات كتير جدا، في حوالي 5 أو 6. في حوالي في حوالي كتير عادي. 6 مناسبات. لا 5 أو 7 مناسبات. والله 5 حتى. تمام. لا هو أول مناسبة كان العيد. العيد الصغير. تمام، بيتوافق معاه في يوم 1 إبريل، يوم كدبة إبريل. حاجة تمام. شهيدة في الدنيا. ما اعتقد ان هي مالهاش اي 60 لازمه، يعني مش فاهم مين اول واحد عمل الحركه دي، يعني مين اول واحد قال لك ان دي كدبة ابريل. تعرف انا عملت سيرش على الموضوع ده. انت عايز اعرف الموضوع ده بتاع ايه؟ تحفه. بيقول لك بقى ان كدبة ابريل دي اتعملت في فرنسا بسبب ان هم كانوا بيغيروا من تقويم لتقويم. تمام، هو انا كان نفسي اقول التقويم كانوا ايه؟ اسمه ايه بقى التقويم؟ يعني هو انا كاتباها. تمام، هم كانوا بيحولوا من التقويم اليولياني. صح. اليوناني انا مش عارفه انطقها. تمام، للتقويم الجورجوري. الايه؟ الجورجوري. تمام، والله حاسه ان انا بنطقها صح دي بقى. والله ولو غلط مش هراجع وراكي، كملي. ماليش خلق. لا الكلام ده بقى كان في فرنسا، ان هم كانوا بيغيروا من تقويم لتقويم. المفروض ان هي بدايه السنه بتاعتهم كانت من يوم 1/4. تمام، فهم لما غيروا التقويم بقت من يوم 1/1. حلو. فالكلام ده كان سنه كام؟ تقويم ايه؟ هو التقويم اللي هم عندهم. ده ملوش علاقه بالتقويم الميلادي والهجري صح؟ لا انا مش. لا ثانيه، فرنسا ايه اللي هجري؟ ماشي. الميلادي. الكلام ده كان من سنه 1582. تمام، يعني كان في تقويم ميلادي يعني. المهم يوم 1 هم كانوا بيحولوا من تقويم لتقويم في التقويم الميلادي، حاجه زي كده. اللي شفت كده. المهم بقى ايه، ان هم كانوا بيحولوا في يوم 1 ابريل. في ناس كتير جدا ما تعرفش ان التقويم اتغير. فهم جم 1 ابريل احتفلوا ببدايه السنه. فالناس ضحكت عليهم وسموهم سمكه ابريل، عشان هم سهل ان هم يصطادوهم، ان هم باينين قوي ان انتوا بلهاء. انتوا بلهاء. انتوا كده ممكن يضحك عليكم. محدش بيحبش كلمه. تمام. بجد. فاتسمت بعد كده كدبة ابريل، وبقى كل يوم 1 ابريل في السنه. يعني خلاص هو هناك هتضحكوا على بعض. فبدات بقى ان هي في فرنسا كله ينزل الشارع يفضل على كله. والله العظيم حاجه سيئه يعني. بدات تنتشر بقى في اماكن كتير. تمام، بس بقى حوار كدبة ابريل ده. بس احنا بعد كده بقى كدبة ابريل دي كانت 1/1. تمام، احنا كنا في العيد.
بعديها الاعياد بتاعت الاخوه المسيحيين. تمام. كل سنه وانتم طيبين يعني. وكل سنه وهم طيبين طبعا. كذا كذا عيد. بعد كده شم النسيم بعد ايوه بعد شم النسيم بقى ايه 25/4 عيد تحرير سيناء. قفلناها بقى عيد العمال. 1/5 عيد العمال. تمام. انت قلت يوم اليتيم. كل سنه وهم طيبين. يوم اليتيم انا يوم اليتيم ده من وانا صغيره وانا بشوفه ان هو في حاجه غريبه. ما جادجمنتال قوي. يعني ما فيش حد طول السنه بيتكلم عن اليتيم يعني، او مش بهذه الكثره في اليوم ده. يعني كله اللي هو عادي يشطب على اليتيم. يجي بقى يوم واحد اول جمعه من شهر 4 يا اليتامى يا جدعان لازم نقف جنبهم وانا واليتيم كهاتين في الجنه، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، عشان مش عارف اغلط الحديث استغفر الله يعني. مش عيب، مش بقول، انا بقول الحديث يعني كله بيقول كل ده في نفس الوقت. انا بحس بقى ان ده جادج، لان انا بحس ان المغالاة في المدح اصلا ده تنمر. يعني مثلا حد ما عنده اعاقه ما مخليها شكله مختلف عن بقيه الناس، فكل بقى بيقف انت احسن واحد وانت اجمل واحد وانت قد الدنيا وانت عادي جدا. طب ما ده تنمر. طب ما اتعامل معاه طبيعي. ايه رايك؟ المفروض يعني ما بروس الحاجه بقى بالظبط. مش لازم اروح اقول لك انت جميل جدا يعني. محدش راح لسيد معوض قال له انت حلو يا شاطر انت زي الناس كلها. اعتقد ان الموضوع عادي يعني. سيد معوض بس ده ما نعرفش اللي جه في دماغي مالناش دعوه بيه. بص انا انا عادي جدا في كل الاعياد دي. تمام. انا عندي مشكله في اعياد المسيحيين. تمام. ليه الاعياد دي مش اجازه؟ بتاع انصاري ماشي. لا انا مش بعنصر. كملي. ليه الاعياد دي مش اجازه؟ فاهم؟ يعني هم بياخدوا اجازات معانا، احنا ما بناخدش اجازات معاهم. الموضوع ده عنصري جدا يعني. انا مش عارفه ما ناخدها كلنا اجازه. كلنا نروح نقول للبابا ايه اللي خلاك يعني. هم يفرحوا واحنا نفرح الكلام ده كله. انت بتعنصر دلوقتي على لا والله بجد. لا بجد عايز اخد اجازات معاهم فعلا يعني. اصل هو بجد لا احنا بناخد ما بناخدش كل الاجازات، بس احنا بناخد مثلا راس السنه. راس السنه المفروض هي اجازه عندهم، احنا برضو بناخدها. اتوقع يعني. لا ما بناخدهاش. ما بناخدش راس السنه. ما بناخدش راس السنه ولا بناخد الاسبوع الاعياد ده ولا لا بناخد راس السنه والله. ما بناخدش اي حاجه والله. ما بناخدوش. انا عمري ما خدته. عمري ما خدته اجازه بجد. مش عارف ماشي. لا راس السنه مش اجازه خالص قدامي. بس احنا عمرنا ما خدنا اجازات معاهم. ليه؟ شم النسيم بيعتبروه عندهم مع ان هو فرعوني. ماشي فرعوني. طب ما يعني بس هو برضو بيصادف مع عيد ليهم اتوقع يعني حاجه كده. عيد الفصح. عيد مش عارف صراحه. يعني انا عارف ان هو اسمه عيد الفصح. مش عارف اسماء اعيادهم قوي. بس هو بيصادف مع عيد ليهم تقريبا، فهم بيعتبروه من عندهم. شم النسيم كيوم بحس مبهج قوي، مليان الوان. اليوم ده اللي فيه صلاه. يعني ايه مفيش صلاه؟ يعني الدنيا كلها بتلحد في اليوم ده. لا مش قصدي كده يعني. هو مش يوم مميز عندنا كمسلمين. ما بنصليش طبعا. كملي. لا يعني في وسط العيد. انت فاهم حاجه؟ انت قصدك انا بتكلم على صلاه العيد. بتكلم على صلاه العيد. الله اكبر. ايوه مفيش اطفال. لا بس هو بيبقى مليان اطفال. جناين بقى وكل الناس تروح للجنينه والخضره وتخرج بره. وبيبقى في افلام بتنزل في يوم شم النسيم. مفيش في التلفزيون. مفيش يعني السينما مفيش حاجه اسمها فيلم. لا في يعني سينما بتنزل افلام شم النسيم. لا كنت دايما كده بس انا عارف ان هم بينزلوا في العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. ليه بقى؟ لا ده ليه؟ وراس السنه برضه ساعات بينزل فيها افلام. بس في الغالب ما بينزلش شم النسيم. لا شم النسيم كان بينزل فيه في وقت من الاوقات بسبب ان كان الشهر ده ما فيهوش اجازات، ما كانش فيه حاجه اصلا. هو كان شم النسيم بس اللي موجود في الشهر ده. شهر 4. ده امتى ده قبل تحرير سيناء ده ايه؟ ده احنا واحنا صغيرين. عيد تحرير سيناء انا ما فجاه كده قبل ما يبقى فيه يتيم. فجاه عيد تحرير سيناء ده انت بتقلب التلفزيون تلاقي سيناء. طب احنا بنتكلم في شم النسيم دلوقتي. سيناء لنا كل حاجه. شم النسيم انا بصراحه بحبه عشان اكله. بحب قوي الفسيخ والرنجه والاسماك المملحه. يا لهوي لعنه الله على كل الاكلات دي. يا لهوي. بقول لك فسيخيه كده يعني استغفر الله يعني انا بقول كده على الاكل بس المبطرخه. لا وليمون وطحينه. لا انا يوميها بهج من البيت. ما بعرفش اروح فين لان الشارع كله بجد بيبقى ريحه فسيخ، بس يعني بحاول ان انا اطلع من خلاص. هي اكله رسميه في الوقت ده. ما لا بقى يعني ما كفايه زفاره كفايه يعني. انا ما بحبش السمك كاكله ككائن سمكه مش كل البحريات. ماشي تمام. عشان هي زفره فتروحوا بقى تجيبوا لي فسيخ ورنجه وسردين اللي هو اكسترا زفاره.
فليه القرف ده بقى ليه؟ لا بتبقى حلوه وتقعدوا تاكلوا واغتصاب عتام وكل هدومه كلها بتبقى ريحتها فسيخ والدنيا كلها بتبقى فسيخ. تقليد فرعوني ان انت مش مصري. طب ما هو ما ينفعش. انت مش مصري يا ستي شكرا. شكرا والله لو دي الحاجه اللي هتخلينا اثبت في البلد يعني. هقول لك حاجه بس يعني انا مش دايما بشوف ان الاكل ممكن ما نجيبش الاكل ده في وقت من الاوقات، فاهم حاجه؟ بس شم النسيم ليه بهجه واحنا صغيرين، تمام. ده اليوم اللي دايما كانت مثلا اختي او مامتي هتاخدنا وتخرجنا. ما عنديش الطقوس ده الصراحه في شم النسيم. لا ده كان عندنا. اصل انا مشكلتي في حاجه، انا الدنيا لما بتبقى زحمه ما بحبش اخرج يعني، بقعد في البيت لحد ما الزحمه دي تروح خالص بقى ابدا انا اطلع من بيتي. بكره الزحمه يعني، مش عارف تعرف الموضوع ده ولا لا، بس انا ببانك من اي تجمع في ناس كتير. لا انا كنت صغيره بقى ما اعرفش بقى يابانك ولا اعرف اي حاجه من الحاجات دي. من ايام ما كانت تشيل الهم ولا لا انا من صغري وانا كده ما بعرفش ادخل مكان في ناس كتير قوي. مش سوشيال انكزايتي بس بحس انها مش مستريح. لا انا اختي كانت دايما كانت بتاخدنا واحنا صغيرين انا واخويا، وكانت في مره خدتنا القلعه. دي كانت المره الوحيده اللي انا رحت فيها القلعه. انا فاكره اليوم ده كان حلو قوي. انت فاهم حاجه؟ كانت خدتنا وخرجنا وكانت بتورينا بقى الاثار وتورينا الدنيا. وكان في مره ودتنا جنينه الحيوانات برضو. يعني كان ذكرياتي دايما وانا صغيره في شم النسيم ان احنا بنخرج الصبح كده، يعني 9 الصبح احنا نازلين مثلا بالاكل بتاعنا بسندوتشاتنا وحاجاتنا ورايحين في مكان نخرج، هنقعد كده في جنينه. لا ما افتكرش اي حاجه لشم النسيم الصراحه غير ان انا اصحى الصبح اجيب علبه تونه علشان هم هياكلوا فسيخ وانا هاكل تونه. والله ده اللي انا افتكره شم النسيم. والله ما انا ما باكلش لا فسيخ ولا رنجه بجد. بفضل قاعد لا هو احنا عندنا البيت بتاعنا في كذا شقه يعني عماره كامله، احنا قاعدين في بيت عيله، فهم بيقعدوا في شقه بقى ياكلوا الفسيخ والرنجه ويزفروا براحتهم، وانا بقعد في شقه ثانيه ماليش دعوه بيه. بجد يبداوا يطلعوا بقى الشقه الثانيه اللي انا قاعد فيها مثلا، اقوم انا نازل سايب البيت خالص بقى، اتعاملوا براحتكم خلصوا ونضفوا الدنيا وبعد كده باجي. ما بكره ريحه الزفاره عامه. بس انا مش فاكر بقى في حاجه في شم النسيم كلها غير البيض الملون. البيض الملون كنت انا بقعد اسكتش عليه الصراحه يعني، كنت بقعد ارسم عليه. كنت بقعد ارسم عليه رسوماتي، اكيد انت عارفاها. كنت بقعد ارسم عليه. دي الطقوس. عايز والله انسرت الرسومات دي في الحلقه، بس مش ما اعتقدش انها هينفع فبلاش. كنت لسه اقول لك ممكن احطها سامبنيه. تحفه لشم النسيم والله. طرش سامبنيه احسن حاجه. بقول لك انا فاكره موقف دلوقتي حصل معايا وانا صغيره كده في شم النسيم. ماما خدتنا كانت ماما ليها صاحبتها اسمها طنط ايناس الله يرحمها يعني. طنط ايناس كانت صاحبه ماما، وكنا خارجين بقى في شم النسيم الساعه 9 الصبح ورايحين نركب مركب عند واحد اسمه عم علي على النيل، عنده مركب شراعيه. فطنط ايناس كانت بتخاف جدا من كل حاجه. حلو. فهي جت رجليها تقف في المركب تحط رجليها، يا لهوي مش عارفه ايه، وخافت يا محمد. قلت لها انت في ايه يا ولايه مجنونه بتركبي؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين تقول لي يا ولايه بتركبي؟ مجنونه مجنونه بتركبي. لا ماما دي بتتكلمي كده ليه؟ ماما أدبتني اليوم ده الصراحه يعني، ربتني من اول وجديد. طبعا ما هي بقى واضح التربيه. يلا كملي. احترم نفسك والله العظيم. مش انا لا بحب انا من زمان مثلا لحد اعدادي او اول ثانوي وانا يوم شم النسيم ده يوم مناسبه فعلا حقيقيه بالنسبه لي. يوم انا عارفه هي جايه امتى، مستنياها. طب بعد ما كبرت عملت ايه في شم النسيم او بتعملي ايه في شم النسيم؟ ما بقتش اعمل حاجه. هو ممكن يكون اول سنه اخد بالي يومه امتى السنه دي. طب ليه من ثانوي لحد دلوقتي هو اول مره اخد بالي ان هو يوم 21 ابريل السنه دي، بس عشان انا واخده اجازه في الشغل. فاهم حاجه؟ لا انا عندي طقس بقى في شم النسيم. انا بفضل مش لحد يوم شم النسيم ده ابدا اتحرر من هدوم الشتويه والبس صيفي عادي. ده ليه؟ ما اعرفش سبحان الله كل سنه كده. المفروض ننام على الحر. ما لا ساعات يعني ساعات بيبقى الدنيا حرارة. اقول لك حاجه، كان زمان دايما ماما تقول لنا عشان نشتي او نصيف كانت تقول لنا احنا بنشتي ونصيف مع الشرطه. مع مين؟ مع الشرطه. عشان عيد الشرطه يعني؟ لا هم لبس شتوي احنا بنلبس شتوي.
هم لبسوا صيفي احنا بنلبس ده صيفي. انت امك تمام اللي هو يعني مصلحه حكوميه. لا هي بتقول لي فكك بقى من الارصاد وفكك من الحوارات دي كلها، احنا طبعا مش هنعتمدها. تمام احنا هنشوفهم لبسوا شكلي مش حابب ان انا اهزر في الحته دي، قالوا امتى، مش حابب ان انا اكمل فيها، فممكن نتكلم عن عيد الطفل بس اي حاجه ثانيه بره الموضوع ده. عيد الطفوله. ممكن نتكلم على حاجه ثانيه يا عم. لا على فكره تحيا الهلال مع صليب يعني دايما هو ده ماشي جميل. بقول تحيا الشرطه في خدمه الله. كملي بالله عليك. يا بسم الله كده بقول لك عمرك اكلت ملانه؟ ملانه ايه ملانه دي؟ ملانه ده خضره، ده نوع خضره. شغل المعيز ده نوع خضره ايه ملانه؟ والله ده زي الجرجير والكرفس والشبت لا ما اعرفش والحاجات دي. اصل انا بره يعني الجرجير والخس وفي السرس. سرس؟ في حاجه اسمها سرس تقريبا او سريس، سوري سريس. يعني انت عارف السريس ومش عارف الملانه؟ سبحان الله. يعني ده ايه الهبل والله العظيم بجد يعني انا ده اكتر حاجه عرفتها في الدنيا. والكرات والكرات. وبيطلع لي كرات ولا كرات؟ او الكرات عشان انتوا في المنصوره. ما بنقولش عليها كده برضه في المنصوره عشان احنا ما بنجيبهوش برضه. ما تجيبيش كل حاجه في المنصوره. لا الخضره دي كلها بتجتمع في يوم شم النسيم في المنصوره مع ليمون كتير قوي كده وبصل اخضر كتير وزيت. لا خلاص بقى طلعينا من الزفاره دي بالله عليكي. ايه اسمه ده يا اشعر؟ اصل بص هقول لك حاجه، انا ممكن اكون ما اكلش اسماك مملحه كتير طبعا بس اكل كل الخضره بقى اللي موجوده. معلومه عن داليا بتحب اي حاجه زفره في الدنيا واي حاجه خضره في الدنيا برضه يعني انا باكل اي حاجه خضره يعني اي حاجه زفره والله العظيم راشقه في اي زفاره. لا مش كده والله العظيم كل حبه تقولي انا عايز اكل فسيخ ورنجه. انا بحب الرنجه اكتر من الفسيخ على فكره، بس هو الفسيخ ممكن اكله مره في السنه او عادي يعني مش لازم اكله، بس هو عشان ام مكه طبعا. ام مكه الصراحه من كتر ما هي بتظهر لي بالفسيخ بتاعها والكونتنت بتاع الفسيخ عموما بقى بيظهر لي كتير قوي، فخلاص انا عايزه اكل فسيخ، انا بقى عندي رغبه حتى لو مش فاكراه. انت انا عملت لها بلوك من تاني فيديو. لا ما اقدرش استحمل والله العظيم عليها هلوز يا حبايب قلبي. طب ما خلاص بقى طلعينا من هنا بقى، خلينا والله العظيم في اي حته تاني ما فيهوش زفاره يعني. تعالي نتكلم في عيد الشرطه، اكيد بياكلوا حاجه. بياكلوا موطنين. يلا بالله عليك والله ما انا بهزر هنا. يلا لا بس انا بحب اختلاف جو حلو قوي في شم النسيم. هو اليوم راح بيبقى سبحان الله دايما بيبقى هوا حلو، ده شمس كده مش فكره كده يعني، لا بيبقى حر ولا بيبقى برد والدنيا ريحتها حلوه. هو ده اليوم المثالي للربيع سبحان الله. بعيدا عن كل ده مش ناقص هبل يعني. انا بكره فيلم خلي بالك من زوزو واغنيه الحياه بقى لونها دي ما كانتش خلي بالك من زوزو. لا ايه ده ازاي؟ لا دي فاكر ان هي كانت في فيلم الدنيا تاني. ربيع. ايوه انا كان فاكر ان هو مش خلي بالك من زوزو، اصل دي ما كانتش ثاني خلي بالك من زوزو اللي هي كانت رقاصه فيه. طب ما هي مش كانت بتحب في حسين فهمي؟ مش فاكر كانت بتحب في مين، بس مش فاكر ان خلي بالك من زوزو كان فيها بتغني بعد كده الراجل وغمض بسلامته في نفس الاغنيه في نفس الفيلم ده. ما اعتقدش. مش كانت لابسه فستان احمر؟ ما انا ما اعتقدش ان ده خلي بالك من زوزو، لا اعتقد ان ده فيلم تاني. والله انا فاكره اصل الفيلم ده كانت اختي بتحبه فكانت دايما بتتفرج عليه. انت رحت تعمل سيرش؟ والله عامل سيرش بجد عشان انا مش فاكر هي اغنيه بامبي دي تفضل دايما موجوده في هي موجوده دايما في شم النسيم اول ما نبدا كده الساعه 12 بالليل تبدا تشتغل لحد تاني يوم الساعه 12 بالليل والله العظيم. بس ما اعتقدش خالص ان هو الفيلم ده. انا عايزه اقول حاجه دلوقتي، انا فعلا ما بحبش الاغنيه دي بس انا بدندنها دلوقتي. ايوه لو انا بعمل ايه في نفسي انا بجد بقيت مزوقيه قوي. ليه؟ بس انا ما ينفعش ده عشان بجد والله العظيم عشان الاغنيه صعبه قوي. الحياه بقى لونها. بس انا عندي مناسبتين حلوين احلى من المناسبتين دول الصراحه. ايوه يوم 24/4 ده عيد جواز اختي. ياه التاسع. الف مبروك والله. الله يبارك فيك والله العظيم. يوم أميرة حبي انا ايوه انا ما كنتش راضيه اقول اسمه عشان كنت فاكره ان هو بتاع صباح والله اللي دخل صباح. ايوه انا فاكر اصل هو الفيلم ده اللي كان فيه مين هو حسين فهمي وكان في سمير غانم لما كان ممثل مسرح. لا انا فاكر الفيلم ده الصراحه عشان انا بحبه الصراحه يعني بحب اي حاجه يطلع فيها سمير غانم بامانه يعني. بس هو والله العظيم دايما الفيلمين دول اللي هو خلي بالك من زوزو انا ما بحبش خلي بالك من زوزو الصراحه مش عارف يعني ما جاش معايا سكه على القصه بتاعته ولا الفيلم نفسه. بس أميرة حبي انا صراحه كان لذيذ. على الاثنين بصراحه عشان انا مش بحب الحاجات دي معلش انا اسفه. وتقريبا كان اسمه ايه ده البطل كان حاجه
دكتور في مصر حاجه كده يعني. لا انا ما مش فاكر قصه الفيلم، مش فاكر قصه الفيلم بس انا فاكر ان هو مش خالد نزول، محدش يكلمني في افلام. اتفرجتش عليه. كمل. والله بص هقول لك يعني المناسبه الثانيه اللي انا ما قلتش عليها. ايوه. يوم 25 اللي هو يوم عيد تحرير سيناء، ده عيد ميلاد ابن اختي الكبير. ياه. هيتم 8 سنين. تحفه. تمام. فانا فكك من كل المناسبات دي شبه على جنب، وانا عندي مناسبتين حلوين. في اجازه من الشغل؟ لا اكيد لا. تاخد اجازه من البيت. 25 دايما اجازه، ده اللي اكتشفته مؤخرا. 25 يناير؟ لا يناير ايه، 25 4. معلش رحت في حته ثانيه. عيد تحرير سيناء. عيد تحرير سيناء فعلا دايما اجازه. دايما اجازه. ما كنتش عارفه الموضوع ده. ليه مش بتاخد في اجازه في حياتك؟ ما كنتش شغاله باين، ولما كنت شغاله في الشركه الاولانيه اللي انا كنت فيها ما كانوش بيدونا اجازات دي. لا ما كانوش بيعترفوا بيها. في شركات تانية بتبقى عامله حسابها ان هي مش مصريه، تمام. فبيشتغلوا بقانون تاني غير القانون المصري في الاجازات. يعني برضو الشركه اللي انا كنت فيها قبل دلوقتي دي كانت شركه سعوديه، فكان بتقول لنا ما فيش اجازات مصريه، كنا احنا بنتعامل بالاجازات السعوديه بقى ممله فشخ في حوار الاجازات ده. ما عندهمش غير هم يومين في السنه اجازه، والله العظيم، اليوم الوطني ويوم التاسيس. طب والاعياد بتاعتنا؟ والاعياد يعني بره الاعياد، انا بتكلم بره الاعياد. يوم الوطني اللي هو يوم 2، يوم التاسيس ده يوم 22/2، ويوم يوم الوطني ده يوم مش عارف حاجه و20/9 او يوم حاجه 9. فهم اليومين دول الاجازات بره عن الدنيا كلها بعد الاجازات الاعياد يعني. لا احنا هنا في مصر عندنا اجازات كتير، يعني عندنا 23 يوليو. احنا عندنا زربيح اجازات. كل شهر لازم يبقى فيه يوم او اتنين اجازه. 23 يوليو 30 يوم ما عدا شهر تقريبا 9 او لا شهر 8. شهر 8 تقريبا هو اللي ما فيهوش اجازات خالص. ما فيهوش اجازات خالص. ده شهر ممل قوي. 9 ما فيهوش اجازات، بس السنه دي في مولد النبي. ما كل سنه مولد النبي مش السنه بس يعني. مولد النبي مش ميعاده بيتغير. دايما بيلعب في شهر 9. لا يعني ايه اللي دايما بيلعب يعني بحس ان هو يعني ايه اللي دايما بيلعب في شهر 9 بيلعب برقم صريح. والله دايما فاكر ان هو بيجي في شهر 9 يعني دايما يعني مش فاكر. يلا كملي. لا هو 10 ايام زي رمضان، فهو بيتغير. يا جدع بتهزري. يا عم انت بص هقول لك حاجه، يعني هو ان شاء الله 9 السنه دي ده في اجازه مولد النبي ان شاء الله يعني. كل سنه. 10 في 6 اكتوبر. 11 و12 ما فيهمش اجازه. 11 في اجازه. اجازه ايه؟ عيد ميلادي. باخد اجازه بجد من الشركه. كملي. بحاول الكتروني يا ابني، مش عارفه اقول لك ايه بجد، يعني هناخد اجازه كلنا في الشغل دلوقتي. انا باخد اجازه الصراحه بس تمام. لا بجد شهر جميل، شهر كده يحسسك بجد اللي هو ايه، بالبيت. الهدوء. لا انهي شهر؟ الهدوء هو شهر ابريل. لا خالص بالعكس، الناس كلها في الشارع مع الاجازات دي، الناس بتنزل تخرج. ده انت في البيت. ما انا بقعد في البيت فعلا مع شغل. ريح جسمك، ريح عقلك. عايز اخرج في الدنيا من غير ما يكون في زحمه، يعني بالعقل. بالليل. ما بالليل، ما دي الزحمه، الناس كلها بتخرج بالليل بعد الساعه 12. ما هعمل ايه بقى بعد الساعه 12؟ انا تاني يوم عندي شغل. هي دي بقى الفكره. دي مشكلتك. ايوه هي انت بتاخد يوم. انت انت بجد غريب والله العظيم. مش قوي يعني. في تاني عندنا في شهر ابريل. والله ابريل ده عامل معانا يعني حاجات حلوه قوي، بس السنه دي بقى في اغاني كتير جدا، كل اسبوع في اغنيه مختلفه. ده ايه ده؟ الاغاني بتاعت المناسبات. ما طبيعي انت عندك زربيح اغاني، ما عندك بتاع 5 مناسبات، كل مناسبه فيهم اغنيتين على الاقل. انا طب ما هقول لك حاجه، انا دلوقتي قلت اللي هي بتاعت الحياه لونها بمبي. انت عارف اصلا الفيلم ده فيلم ربيع بجد، يعني الفيلم ده ما بيتعرضش غير في يوم شم النسيم. عشان كده ما بحبوش. لو انت بتلاقيه زي العيال كبرت كده في العيد. هو نفس الحاجه، ما بيتعرضش بجد، عمري ما قلبت في التلفزيون لقيته. عشان هو بيتكلم عن هم عملوا شم النسيم، فهو مش عملوا شم النسيم، هم مش عملوا شم النسيم، بس هو عشان اغنيه الدنيا ربيع بس. فايه عندنا بقى الربيع امتى بقى في شم النسيم؟ تعرف ان احنا الربيع اصلا بادئ بقى له حبه كبير، حبه كتير يعني. ومحدش شغل الاغنيه دي. ما تيجي نشغلها. نقدر الربيع. هو الشتاء بيجي بعد الربيع صح؟ الشتاء خلصان يوم 22. يعني الشتاء بيبقى بعد قبل الربيع. ايوه صح. صباح الفل. انت قاعده فين؟ هو ترتيب، انت فاهم حاجه؟ ماشي. ترتيب. ما هو شتاء ربيع صيف خريف. ايوه صح. يعني ما هو بيفضل 3 شهور. تعرفي تاني على الدنيا دلوقتي. هو بيفضل 3 شهور، هو من 22/2 بدأ الربيع.
ما علينا بقى من الاحصائيات دي بقى، خرجينا من هنا خرجينا من هنا. ايه ده يعني المفروض ان هو هيخلص خلاص شهر 4. اخر جمعه في 4 هيبقى اخر الربيع. اوف، عشان كده بيحتفلوا بشم النسيم يا حبيبي ده في الصيف، دي لعنه. هو في ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ لا انا حاسه ان انا فقت فجاه من القوقعه اللي انا فيها، اللي هو ايه ده يا صباح الفل، احنا بقينا في الصيف او داخلين خلاص على الصيف كمان اسبوعين. اسبوع خلاص بقينا في الصيف. اوف يا لهوي. عشان كده بنحتفل بعيد العمال. انت بداتي تعرقي من دلوقتي ليه؟ ثانيه يقول لي دخل عيد العمال في الصيف. اصل بحس يعني العمال دايما يعني انا شيادين، شمس مطحونين متبهدلين. احنا عمال. دلوقتي الصعايده يا ما علينا، احنا عمال على فكره. ايوه ما احنا كلنا عمال فعلا. حاسه بجد عايزه اللي هو انام شويه، عايزه اقعد مع نفسي شويه. عايزه لون بيض. عايزه ايه؟ عايزه لون بيض. خلاص انا معايا بيض في الشنطه. عايزه طلعي لوني بسرعه. عايزه الونه والله بجد. دايما كنت اقول لماما تعالي نلون بيض كده. الكلام ده كنت بحب ارسم عليه الصراحه، يعني كنت بحب ارسم عليه وادي له اخواتي يلونوا. انا ما عنديش موهبه الرسم. انا عندي مشكله كبيره بجد مع ولاد اخواتي في بدايتهم. ولا التلوين، انا ما بعرفش اعمل حاجه. انا خلاص بقى عرفت ان انت مفيش اي حاجه في الفن. والله كان عندي مشكله كبيره مع ولاد اخواتي. تمام، في بدايه حياتهم كده. عندي ابن اخ عق بوظ لي كام سكتشين تقريبا او 3 من عندي. مش سكتشين اللي هي رسمه، لا سكتش بوك بوظ منهم 2 بقى. والله انا ما بحبش الون. انا في الرسم عندي ما بحبش الون، بحب اخلي الرسمه كروماتيك ابيض واسود كده والدنيا تمام، وعباره عن لاينز وبتاع. هو جه في مره بقى مفتح بالسكتش ده. جالي لقيته بيقول لي هي مامان لو قلت لك الرسم بتاعك والله العظيم لو قلت لك الرسم بتاعك يا دين امي. والمشكله ان هو لونه غلط، بوظ لي الرسمه، بوظ لي السكتش بوك. فانا بدات اللي هو ايه، ارجع عصر وقت الاولاد تاني. بجد اوقدهم تعمل ولا تقول اي حاجه بالله عليكم. يعني اعمل فيه مش عارف. فضلت قاعد اللي هو ما انا لو ضربته دلوقتي هيقولوا بضرب طفل برضه. يعني اعمل عليك. ايوه ما انا اعمل ايه بقى؟ فاهم، دخلت انفجرت في الاوضه. انت عم مش احسن حاجه. ما هو ابن اخ مش احسن حاجه برضه. ما ينفعش اللي هو عمل ده والله. بس الكلام ده زمان قوي، يعني الكلام ده مثلا من سكه 8-9 سنين. طفل ماشي. احنا بقى كل حد يعمل حاجه بقى يقول كنت طفل بقى. يلا كمل. كنت يعني لا هو كان طفل بجد. يعني هو البراءه بتاعته ان هي تخليه يلاقي رسمه ابيض واسود هيلونها. ليه دخل قلب في حاجتي؟ ما يرسم او ارسم له رسمه اقول له خد لونها. بس ما يعملش كده بجد. هو قصدي سكتشات، فاللي هو حاسس ان انا اتضايقت قوي بجد. اتضايقت جدا. يعني هو انا بحب الرسومات الصراحه، بحب الحاجات اللي انا بعملها حتى لو وحشه. انا بحب يعني انا دلوقتي مش احسن رسام في الدنيا، بس انا بحب ارسم حاجات في دماغي. تمام، فانا بحبها فشخ وعايز احولها لستيكرز وبتاع ولا في كل حته. ما بحبش حد يجي جنبهم بقى، فاهم اللي عارف انت اللي هو بحس ان هم اولادي تعالوا هنا وبتاع. بحب الحاجات دي قوي الصراحه. انا بتضايق برضه لو حد خرب لي حاجه من حاجاتي الصراحه. ما انا بعيش بقى مع الموضوع ده. يعني انا اوضتي دلوقتي مستباحه، يعني انا مش قاعد في الاوضه، مش نقلت دلوقتي القاهره. تمام، انا اوضتي دلوقتي مستباحه في الدنيا، اقسم بالله. اي حاجه فيها حلال العيال. والله العظيم حاجه وسخه. بروح كل اسبوعين مثلا ولا اسبوع البيت عندنا هناك، بلاقي مفيش حاجه سايبها في مكانها. حتى عندي قلم كده كنت واخده جفت من حد ما اداهوني هديه، مكتوب عليه اسمي وبتاع ومش عارف ايه. رحت بجد لقيت القلم ده فيها ستيكه كده اللي انا بكتب فيها في الموبايل وبتاع، اتشالت يعني. والله العظيم قلعوا القلم فجاه ومسحوا الاسم بتاعي. حاجه في منتهى، اقسم بالله تطار. عندنا مغول في البيت حاجه يعني. لا طب ليه؟ المشكله ان انت، ما هو الطفل بيجي يكلمك بكل براءه. بابا هي بوف يا عيني. ما هم هتعملوا ايه طيب؟ والله هتروح تبوسه ولا تلطشه بالقلم؟ يعني هتعمل ايه؟ والله بجد بتضايق فشخ. ما بيبقاش بناخد بجد. عشان كده انا عايزه تصريح، انا ما بحبش الاطفال بجد بقى. يلا انا رميتها بقى وعلى الله. بجد لما البودكاست ده يتسمع هتكنسل. والله العظيم هاجي في حقوق الطفل بقى يقول لك يلا يا ابني مش عارف. لا والله العظيم هقول لك، يعني انا بحب الالوان في اليوم ده او في الوقت ده. انت فعلا بتلاقي الشجر كله الوان ورد كتير. يعني احمر بامبا وبنفسجي واصفر ايام ما كان في شجر. الوان كتير موجوده لحد دلوقتي. انا مش عارفه انت مش شايفها فين. انت اللي ما بتشوفش. مدينة نصر ما فيش شجر بجد. تمام، الحمد لله موجوده عندنا بشوفها في كل حته. صح انت بتمشي سنسور ده. انت بتمشي في الشارع، عارف كده لو الشارع كمان مسقي بالميه. ريحه بقى ريحه الطين. ريحه الطين دي بتبقى حلوه قوي. انا بحب ريحه الطين قوي. تمام،
دايما بقى في شم النسيم في الوقت اللي احنا فيه ده بيبقى الناس لابسه الوان مبهجه، لابسه حاجات عليها ورد. تمام، زي ما انا لابسه كده بالظبط دلوقتي. كملي ايوه كملي. مش هنرد على الحوار ده دلوقتي. طب والله بحب قوي فجاه ان انا وانا ماشيه الاقي اورنج، الاقي فوشيا، الاقي موف، احمر، اصفر، اخضر. الالوان اللي الناس بتبقى لابساها في الوقت ده بتبقى فعلا شكلها حلو. عارف ان هي بجد مزعجه فشخ بالنسبه لي. مزعجه فشخ. انا ما بحبش زحمه الالوان في الدنيا بجد. فكله بيبقى نازل ما فيش واحد لا شبه لون، لابس لون شبه التاني. فالموضوع ده بجد لا مش الدرجه دي، هو مش عشان الوان والكلام ده بجد كله. بجد بحس ان الدنيا كلها بتلبس الوان مختلفه اليوم ده، مش عارف ليه. لا بس بتتنصر، تبقى شكلها متنصر. ما لوحدك يعني، انت ماشي لوحدك لبسك حلو، انما كل دول بقى ففي كميه الوان في الدنيا. ليه بتركبهم على بعض؟ ما هو انت باصص في الشارع، ما انت مش مركز مع حد. عادي ده بني ادم لوحده، ده بني ادم لوحده. انت ليه جمعتهم كبني ادمين والاثنين خليتهم واحد؟ علشان انت ما هو المنظر بتاعك كده، انا ماشي دلوقتي في خط مستقيم فانت شايف الناس حواليك، فكل واحد لابس لون غير التاني. فانت جنبك دلوقتي واحد احمر، جنبه واحد لابس ابيض، جنبه واحد تاني لابس اصفر، واحد لابس اخضر، فدي اشاره مرور. والله العظيم يعني الموضوع لا انت اللي ما بتحبش الالوان وما بتحبش البهجه. بعيدا، لا ما بحبش الالوان بس انا عدو أيوة. صفاء ابو السعود عموما. عندك حق. السعود بامان، بس يعني ما بحبش الالوان كتير، ما بحبش زحمه الالوان. تعرف ان انا في اغنيه لصفاء ابو السعود بحبها؟ ثاني واحده اللي هي صفاء ابو السعود تقريبا ليها اغنيه للربيع حاجه كده تقريبا. هي غالبا في اغنيه للربيع بس انا مش فاكراها. بس هي غنت بتاعت العيد، بتاعت العيد. اللي هو سعد نبيها بيغنيها. سكرة جميلة بعد العيد. هي كانوا معايا كملي. اي حاجه ولا لو اي حاجه هتشد على هي غنت لكل المناسبات عموما صفاء ابو السعود، وغنت للاطفال. بره المناسبات بتعمل ايه في حياتها؟ والله العظيم يعني اول في مناسبه بكره يلا يا جدعان غنوا معايا. صفاء ابو السعود يلا جيبوا لنا صفاء ابو السعود يلا. بجد يعني كله. استاذة صفاء ابو السعود محتاجين ليها حلقه والله، ان احنا نتكلم عن حياتها. والله العظيم كان بيبقى فيه دايما اشاعات عنها انها متجوزه ساري عربي او امير عربي. عمري ما سمعت الاشاعه. وعنده فلوس كتير فشخ وبيجي لها ذهب بالكيلات. طب يا بختها. والله العظيم. عارف الاشاعات بتاعت اي اللي هو هيدفع. صفاء ابو السعود كانت قدامه يا عمر، كانوا انا نازل اتصور هيحطوا صورتي على الجنيه. هي صفاء ابو السعود الاثنين يعني. كان بيقول لك ايه صفاء ابو السعود، شاوت اوت للي عمل الترند ده جامد فشخ. بيقول لك صفاء ابو السعود لو باعت شنطه المعالق الذهب بتاعتها هتسدد ديون مصر. ايوه انت فاهم يعني. هو هيدفع فلوس. امسح افلامي يا محمد يا ابني علشان مش عارف ايه. والله العظيم حاجات غريبه بجد بتتقال. لا في اغنيه بحبها اللي هي ايزي كده اصب الشاي ارجع كده بعرف برضه مش عارف ايه كده احكي حواديت. اللي هي ما علينا احب من اتسلى اني اسلم. ما اعرفش انا ما سمعتش صفاء ابو السعود واسناني ومش عارفه ايه. كنت اقول صفاء ابو السعود كانت بتقعد تقول كده حاجات غريبه يعني. كانت اغانيها هي اغانيها طفوليه قوي. هي الاطفال الاطفال الثمانينات. طب ماشي انا بقول لك ايه مثال كل يعني. مش بتاعتنا خالص، عشان كده احنا مش بنحبها. اللي هو مش ذوقنا، مش اللي احنا كبرنا. لا بس انا بحب اغاني برضو قديمه يعني. مثلا هقول لك مش ثمانينات قوي، بس انا اواخر التسعينات مثلا واوائل الالفينات. مين يعني بحب كذا مطرب من وقتها يعني. بحب محمد محي. لا صلى على انا بتكلم على اغاني الربيع، انا بتكلم على اغاني الطفوله. محمد محي مين اللي بيغني مين اللي بيغني يعني ده بيقعد يقول لك يا ويلي 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 يابا ويلي 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 ويلي. احنا كنا بنتفرج عليه وهو في المركب نقعد نعيط. بس محمد محي قوي الصراحه. وكاظم الساهر هي اغنيه اللي هي بتاعت دلع عيني دلع. بقول لك لا والله العظيم انا معلومه، انا كنت بسمع كاظم الساهر وانا صغير. بقعد على يعني انا ده السيناريو اللي انا كنت فاكره. برجع والله العظيم برجع من المدرسه اقعد كان عندنا اتاري تمام. فكنت بقعد اشغل الاتاري في كاسيت متعلق كده على ستاند على الحيطه
فكان في شرايط بتاعت كاظم الساهر، فانا اغاني كاظم الساهر مرتبطه معايا بالحاله دي، اللي هو اشغل اغاني كاظم الساهر واقعد العب اتاري، العب ماريو عادي جدا. والله العظيم في كل اغانيه بقى، قولي احبك كي تزيد وسامتي، مش فاهمه والله العظيم قولي احبك كنت بتلعب سوبر ماريو، والله العظيم ما انا كنت بنقذ الاميره والله العظيم بجد كنت بحب كاظم الساهر فشخ، وكنت من اعداء جورج وسوف، بس لما كبرت عرفت ان انا كنت ماشي في الطريق الغلط يعني. حبيت جورج وسوف. كنت بحب اغاني، لا انا كنت بحب ناس كتير وانا صغير، ما ينفعش يتحب وانا صغير. يعني كاظم الساهر كنت بحب محمد فؤاد. ايه ده؟ لا مش قوي حبيته في الافلام والله، صدقني ما حبيتوش في الاغاني الصراحه. ده محمد فؤاد كان ليه اغنيه جميله كنا بنعيط منها. هو محمد فؤاد لا محمد لو حبيبك لا يمكن تسيبني. لا بس انا محمد فؤاد خد باع من الزمن في وقته، يعني هو كان المطرب الاول في وقته لما راح حتى عمل صعيدي اسماعيليه راح جاي. الفيلم ده كان عبقري الصراحه. بس انا ما كنتش بحب محمد فؤاد، كنت بحب اغاني محمد فؤاد في الافلام، ما كنتش بحبها بره، وكنت احب اسمعها عادي بره وبتاع. وريها لي ومعاه مي عز الدين. فاهم حاجه؟ مي عز الدين ده كانت ثاني فيلم مثلت معاه. لا انا مش فاكره الاغاني. اللي كان تقريبا معاه احمد حلمي. كان اللي هو لما كانوا مدرسين في المدرسه وبتاع تقريبا. ايوه حاجه حب، حاجه حب، مش فاكر كانت ايه بالظبط، يعني حصه حب تقريبا حاجه كده، حاله حب تقريبا. ما انا مش فاكر. ماشي. اصل في افلام كلها ليها علاقه بالحب يعني. احنا دخلنا في الاغاني صفاء ابو السعود ودنا في اماكن ثانيه والله. شفتوا انت بتعملي فينا ايه؟ لا شم النسيم والالوان تاني. نرجع تاني طبعا، بس انا كنت بموت دلوقتي. ايه تاني بقى في شم النسيم؟ لا مش شم النسيم بقى، احنا هنيجي في يوم تحرير سينا. هل كان عندك لبس معين لشم النسيم؟ كان ايه بقى بتلبسيه في شم النسيم؟ مثلا فاكره ان هو كان بيبقى عندي تي شيرت لونه اصفر ومرسوم عليه شمس ومتطرزه كلها. ايه ده؟ فاهم حاجه؟ او مش شمس، هي تقريبا كانت عباده شمس، بس انا مش فاكره بالظبط كانت ايه. فانا كان في شم النسيم التي شيرت ده يتلبس. تنزلي تعكسي اضاءه طرش، اقسم بالله كشاف ناس ماشيه في الشارع. ما احنا ماشيين بقى في شم النسيم كنا نلبس بقى الوان، فتعمل اللي قدامك عادي. ايوه يعني انا اصلا وانا صغيره ما كانش عندي حاجه اسمها ان انا البس اسود. الاسود ده لون مش موجود عندنا، فاهم حاجه؟ فانا دايما في وشي بامبا اصفر برتقاني. ما كنتش بحب الموف عموما. فكان دايما بيبقى الالوان دي، فعشت دايما لابسه الوان. لا انا لازم البس حاجات صيفي في اليوم ده. ولازم اليوم ده احسن طقم صيفي عندي بحبه البسه في اليوم ده، ابدا بيه كده، ابدا بالصيف. انا تاني يوم ممكن الدنيا تشتي وتتلج عادي جدا، بس انا لازم البس في اليوم ده. انا عندي امنيه السنه دي الصراحه، ان انا نعمل سندوتشات وناخدها كده انا واختي واولادها وكده، ونروح الجنينه وتفرشوا ملايه ونقعد وما يلعبوا بقى واحنا نفرد رجلينا مش هنتحرك. لا عندي الامنيه دي. شغل الافلام ده ما ياكلش. جميل والله العظيم، يعني انا نفسي الاطفال بتاعت الوقت ده تشوف اللي احنا يعني تعيش اللي احنا عشناه. ما انا ما عشتش كل ده الصراحه برضه، فانا مش بريليت قوي للموضوع ده. لا انا كان في ساعات بروح النادي، لان كان في اوقات كده كنت مشترك في النادي. فانا ساعتها كنت مشترك في الاستاد، فاستاد المنصوره يعني. فانا كنت فاكر ان انا يوم مثلا او 2 من شم النسيم كده كنت اروح العب هناك في الاستاد وبتاع، سواء بقى عندي تمرين او لا. فكنت اروح اقعد في الاستاد شويه الصبح بدري، قبل بقى ما يبدا الناس تتجه للاستاد بقى تزحم. فاروح الصبح اقعد هناك العب شويه وبعد كده ارجع تاني. كان عندنا برضو حاجه تانية، ننزل نلعب كوره الصبح بدري برضو، اللي هو الساعه 10 الصبح مثلا 8 في الوقت ده قبل ما تبدا الناس تتحرك. اول ما تبدا الناس تتحرك في الدنيا بقى بمشي. ما احنا برضو كان عندنا حاجه ان احنا برضو كنا بنخرج الصبح ونرجع برضو اخرنا العصر. هنرجع البيت، ما كناش بنكمل بالليل. لا برجع الظهر عادي جدا. ما انا ما بخرجش بالليل بقى، ما دي الفكره، انا ما بخرجش بالليل عشان الدنيا بتبقى زحمه. الا لو انا هنزل اقعد قدام البيت. احنا نفس الكلام، بس اللي هو احنا بنخرج الصبح ناخد دنيتنا ونرجع بدري، انت فاهم؟ ده كان عندنا طقس، يا لهوي انا كنت ازاي هنسى ده، طقس تاريخي لازم يتعمل كل شم نسيم وانا صغير. كان في شجره ما بتاعت توت، ده موسم التوت. كنت اروح اجيب كميه توت ما وردتش عندنا في السوق.
والله العظيم اروح احمل الشجره دي وامشي. انا عايزه اروح الشجره دي دلوقتي حالا والله العظيم بجد انا نفسي في احنا الشجره كنا دي. بناكل كتير فشخ اصلا واحنا على الشجر، وبنحمل بقى بجد بناخد كتير فشخ بقى البيت. نقعد ناكل، وكان التوت بيبقى مسكر فشخ، بحبه قوي. انت فكرتني دلوقتي ان انا لو لقيت حد بتاع توت هشتري يعني. بجد بحبه قوي توت جدا. توت من الاكلات فعلا الرباعيه اللي هي يا اخي على الحياه الحلوه يعني. سبحان الله. مع اني لا بحب اشربه عصير ولا بحب في اي حاجه ثانيه، انا بحب اكله كده. لا هو بيتاكل، ما بيتعملش عصير. بيتعمل عصير فيه بيريز، ميكس بيريز في حاجات كده. لا انا بتكلم على التوت البلدي بتاعنا. انا ما بتكلمش بقى على الحاجات اللي هي جايه لنا من بره دي. الدخيله اللي علينا دي، لا الحاجات بتاعت امريكا يعني اللي عايزه تبوظ بقى الشباب. اقسم بالله انا عندي اعتقاد دايما ان هم لو داقوا الفيروس بتاعتنا هيضربوا بتاعهم بالجزمه. لا بس بتاعهم ميزز ومش عارفه ايه لذيذ الصراحه. احنا بتاعنا مسكر كده. بحب الجيل عادي الصراحه، طعمه حلو. فاهم حاجه؟ البلدي يكسب. البلدي يوكل الحاجات دي. قاعد مع ستي والله العظيم، قاعد مع ستي. البلدي يكسب وشم النسيم يوم جميل، وشهر ابريل بجد جدع معانا وساند معانا قوي. ايه تاني شهر ابريل عشان احنا خدنا باع من الوقت في الشهر وعامل كل حاجه. احنا اتكلمنا في كل حاجه. عيد تحرير سينا مش عايز ما اتكلمناش فيه. عيد تحرير سينا هي دايما اغاني وطنيه بتبقى شغاله واحنا قاعدين في البيت. بس الحمد لله في ميزه، الناس ما بتخرجش فيه. ما بتكلم في كده، ما نخرجش في البيت هنعمل ايه؟ والله في حاجه بجد والله العظيم لازم اقولها. تمام، حاسس ان احنا ممكن نتعرف عليها بعدين، بس بجد كل عيد تحرير سينا الشرطه في الشارع بتوزع ورد. ده بيضحك. انا نفسي اشوف الموضوع ده، نفسي اخد منهم ورد والله العظيم يعني. نفسي الاقيهم كده. بجد بيضحكني فشخ. لا قابلين الشرطه اللي لسه موقفني قبلها في يوم. والله العظيم واكل لي علقه من تحت، تاني يوم الاقيه بيديني ورده. الموضوع ده بيضحكني فشخ يعني. بلاش نتكلم في الموضوع ده. مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس يعني دي حاجه. سيبنا بقى من عيد تحرير سينا، نخش بقى في عيد العمال. ايد واحده عامه. وتحيه يعني ان شاء الله نبقى نتقابل في عياد تانية قريب. يعني ان شاء الله. يعني حاسبه ان احنا ايه الى هنا. الله بقى خلاص الى هنا. يعني لو حبيت الحلقه فاعمل حاجات بتاعت السوشيال ميديا دي، شير لايك سبسكرايب وحركه الاكسبلور اللي انا مش فاهمها لحد دلوقتي الصراحه. لو ما حبيتش الحلقه فمش لازم، عادي اعمل برضو شير ولايك والحاجات دي، والحلقه الجايه هتعجبك ان شاء الله. ابعتوا لنا اتكلموا معانا اي حاجه. خش اشتموا ده او لا ما بلاش انا اشتموا ما بلاش انا على باطنه والدنيا بتبقى معايا. الله بتقعد تعيط اشتموها عادي بس احنا كده تمام. طب يلا سلام.